انت تعمل اللي اقول لك عليه يا اما تترفد. وده بيصوت كده ليه؟ اداله ايه؟ جربه. اكيد اللبوس السحري، واحنا مالناش فيه. يديله بقى يعني الصاروخ البلاستيكي ما احنا مالنا ناكل عيش. مالنا ازاي واحنا قاعدين بنشجع؟ يعني ما احنا هنخش بعديه وهناخد حاجات انيل من اللي خدها. استغفر الله العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل. اشوف فيك يوم يا استاذ نعمان. يحرق دي شغلانه. في ايه بس يا كوكب؟ يحرق ده كوكب. كوكب كواكب كواكيبه ابن المجرة. انا مش طايق الدنيا، انا جدام من العالم. انا ممكن اعيط في اي لحظه، هعيط بسهوله، هعيط بسهوله جدا على فكره. كل الهيصه والزنبليطه والجدان والمضان عشان اداك المصيده بتاع الفئران. يحرق دي مصيده. ما انا بفهمك بقى، يحرق دي مصيده عشان استاذ نعمان عايز اجرب المصيده دي من وجهه نظر الفار. يعني اخش جواها اقعد اسبوع اكل جبنه رومي عشان خاطر بس نشوف الباشا بيحس بايه لما بيكون محبوس. سيبك من الدنيا، انا هعرف اخش جواها. طب ثانيه واحده، حضرتك هتخش ازاي بنضارتك دي؟ ممكن تشبك يا سيدي انا هتصرف، هخش جواها. هسيب شغلي وهسيب عيالي وهسيب الدنيا واخش جواها. ربنا يوفقك. انا مشكلتي، انت عارف الجبنه الرومي عامله كام دلوقتي؟ عامله كام؟ انت عارف انا بقبض كام دلوقتي؟ كام؟ طب مرتبك هو مش بيسأل، هو بيستنكر الموضوع. مرتبك 50,000 جنيه عادي ممكن تجيب جبنه رومي يعني. انا ما بحبش الجبنه الرومي، ليه ما بناكلش الفار براميلي عادي؟ طب اهدى بس يا كوكب، ما توترنيش اكتر ما انا متوتر. مين اللي طالب الاختبار المؤذي ده؟ جمعيه الرفق بالقوارض يحرق القوارض. انا فين الرفق بيا؟ انا ايه؟ انت ايه صح؟ يا ابني هو مش بيسأل، هو بيستنكر، ما تقعدش تعيد. من اسبوع اداني قربة عشان تعالج فقرات الظهر، وانا اصلا فقرات ظهري تمام. بص ايه ده بتورينا؟ ايه ده متجوز ده؟ ايه ده عيب كده؟ انا بس كنت بوريكم ظهري عشان خاطر انتوا مش متخيلين اللي انا فيه. اشوف فيكم يوم يا جماعه، يلا ربنا ياخدكم. يحرق دي شركه. هو كان بيشتكي لنا ولا كان بيشتمنا ولا كان اللي بعرف فين؟ ساعدوني، هم بيندهوا. انا بس لازم اعمل تليفون، فمعلش ممكن تخش بدالي انت وانا اخش بعديك. تصدق ان انا كنت عايز ان انا اطلب منك اخش قبلك عشان عندي فرح وخاف اتاخر، بس كنت مكسوف. ما تتكسفش وما ينفعش تتاخر. خش يلا. ماشي ابو الصحاب. ربنا يوفقك. خدت ايه؟ يحرق دي شركه. والباشا زعلان ان هو خد مصيده فيران. ادالك ايه يا سعدون؟ خلصني. ادوني بلاي ستيشن 25 ولازم العب بيه ماتشين بمحمد هاني عشان نشوف تسريحه شعره دي، هو بيسرح بين الشوطين ولا بيفضل مظبوط من الشوط الاولاني. انا اللي خليتك تخش قبلي؟ كنت خدتها انا. وانت ايه حظك ده؟ ايه يا رب ربع حظ سعدون. حظي؟ انت دخلت زفلتين عشان تاخد مكان الحاجات السهله. هقلع اللي في رجلي وعلى دماغك. امشي من قدامي ما تعصبنيش. يا رب يديك فسبه تنتفس في وشك. يلا مستر نعمان اللي هيدلعني زي ما بيدلع سعدون واكتر ان شاء الله. والنبي ما تدوس عليا. عايزك تجرب المرتبه دي. ليه بس الاذى ده؟ ما تديني بلاي ستيشن ولا اتاري زي اللي بتديهم لسعدون. عايزها هي يا ابني، دي مرتبه عاديه جدا. ايوه، ما حضرتك بتديني الاوردر بمنتهى الانشكاح وبلاقي الخازوق قدام. هنام عليها بقى، هيجي لي جرب، هيطلع لي مسامير في ظهري، ما اعرفش بقى. لا طبعا مفيش الكلام ده، دي مرتبه عاديه جدا جدا. بص اهو مرتبه عاديه جدا، متينه، تنام عليها كده، تفكر كده. مرتبه عاديه جدا. حضر ما حضرتك جربتها يعني. يلا اكتب تقرير بقى وصور فيديو. معذر، شوف شغلك، عايزك تتاكد انها مريحه. حاضر يا مستر نعمان، هاخدها معايا البيت واجربها. لا انت هتجربها في الشارع. هو ايه التهزيق ده؟ انت عايز تقدرني وخلاص؟ يعني افرش مرتبه في الشارع وانام عليها واصور نفسي فيديو قدام الناس؟ مش عايزك تجربها للنوم اصلا. انا دماغي ابتدت تروح في حتت وحشه، فمن فضلك قول بسرعه. شركه المراتب دي عامله خط انتاج جديد. لو واحد رمى نفسه من الدور العاشر وحطينا المرتبه دي تحت وقع عليها، هل هيموت على طول ولا هيتدغدغ من حته؟ دي يا موظف فاهمني؟ دي انا عايز دي. ده ايه شركه المراتب المتخلفه الساديه اللي عامله خط انتاج للانتحار؟ يعني انا اموت نفسي عشان دي؟ احنا مش مأمنين عليك. ما ده اسوأ. يعني انا كمان لو مت فلوسي هتروح لشيماء وكريم العقل والاشكال دي. لا معلش يا مستر نعمان، الغي الغي التجربه؟ لا الغي التامين.
انا عندي اموت بس ما ياخدوش مليم.